نفضيو هادشي كامل وغنفرقعو هاد الرمانه كلها وغنفرقعو هاد الرمانه كلها. شي وحده حنايا ما غنديروا لا صباغه لا مكياج لا شعوبيه لا والو وغنخرجوا ليها نيشان. عندي تسجيلات والتسجيلات عند البوليس كتقول لي نفعل لك ونترك لك، والله لا خليتها فيك والله تنتقم منك. بغيت نفهم انا واحد خينا ديرونجاك في ميسنجر علاش مطول مع الهضره؟ بلوكيه اخويا، بحال اللي كتستدرجني انها بغات طيحني في البيات. تحب من طرف واحد واش ما نحبوش انا روميو وجولييت الله يهديك اصاحبي. وصلت العظام عمرني ما دويت بهذه اللغه وعمرني ما حملت ندوي بهذه اللغه، مي وصلت العظام الظلم ظلمات يوم القيامه يا اخي. الا فيت انا درت لهذيك السيده شي حاجه بغيت ربي يشتتني، اقسم بالله العلي العظيم برحمه ولادي عمرني ما اديت ديك السيده. الا طرات لي شي حاجه ولا هذا راه هي اللي محرشه عليا. انا نقولها لكم ما عرفنا شنو طاري، ما عرفنا من الغدا شنو يطرا. مرتك شنو كتقول هادشي؟ مرجي الله يرضي عليها شنو قالت لي؟ انا مفاهمه كتعرف راجلها مزيان وهي اللي ما عارفاش. انا تليفون كيبقى عند مرتي عندها الكود ديال تليفوني وكتشوفو وقت ما بغات. عمرك تقدمتي ليها ولا بغيتي تقرب منها؟ اعوذ بالله، هذا راه قهر ديال الرجال. انا بغيت الدموع ديالي يكونوا نار على اللي ظلمني، يكونوا نار على اللي ظلمني. حنا غنوقفوا على الدوطيل وغنسولوا طارق وغنعرفوا شنو واقع. تديروا خدمه ديال اكيد حنا غنوقفوا على الحقيقه. بغيت نسمعها على لسانك طارق، كتقول لك دخلتي عندها لاصومبر وقربتي منها من لولي وتخبات وقريتي على القران. شنو ردك؟ انا بغيت نعرف تعليق. واحد اللي باغي يتحرش وحده سخفات يقضي الغرض ما يقراش القران. الشيطان الا جا ما غتجريش عليه. الشيطان جا لعندك وعطاك بالون بيلانتي. واش هاد الناس كلهم الدنيا بوطازوت ولا فاتي جمالي ولا هادو كلهم ظلموك، كلهم مزيان خداو لك دورك. شكونك انت ياخذوا لك دورك؟ حق اعتزلت وما عيطوش ليا. فاتين حمامه انت شكونك اصاحبتي؟ اعتزلي ولا نعاونك؟ سير سول وشوف الناس اش غيقولوا وانا راسي تحت السيف لك الضان. هاد السيده حسبي الله ونعم الوكيل فيها، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. اقول قولي هذا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله ياخذ الحق في الظالمين. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم في اول خروج اعلامي وفي حوار حصري الفنان والممثل طارق البخاري غيجاوب على تساؤلاتكم من بعد الحاح كبير بعد ما كان طارق متحفظ انه يخرج للاعلام ويهضر. اليوم غادي يوضح كل شيء. شكرا لقبولك الدعوه طارق، وشكرا اليوم لاننا غنعطيو الناس مساحه باش يعرفوا الحقيقه من الالف الى الياء. شكرا لك وشكرا للحضور ديالكم. يعني كنتمنى ان يحصحص الحق والناس تعرف شنو كاين، لان هادشي بدا كيبسال. وانا اسمح لي لا انت ولا بزاف ديال الاصدقاء ديالك والزملاء ديالك يعني حاولوا مرارا. كنت متحفظ على الخروج. لا نعرف اول سؤال بعد اللي خصنا نطرحوه، علاش يعني علاش انسان تيختار واحد الظرفيه في واحد الوقيته ديال الشهر الفاضل باش يخرج بواحد التصريح او باش يخرج بواحد واحد السكرين اللي دار لي مشاكل بما له وما عليه. زائد ان في داك يعني داك السكرين شوت كاين شي حويجات اللي ما تعرضوش وكاين كتهضروا قبل ولا هذيك اول واحد؟ شوف حنايا في الدومين كنضحكوا بعضياتنا، كنشدوا في بعضياتنا وعندنا واحد الجو عائلي. يعني لا يعقل انه غادي تجي من بعد واحد سنين ديال التجربه وغدير هادشي وماشي اول مره. يعني غتشكى يعني الاستاذه نجاة ماشي اول مره عندها، يعني بزاف د المرات هي قالت ان كاين تحرش بها بوحدها ما عرفش مع بزاف ديال الناس، منهم منتجين منهم مخرجين منهم ممثلات، باش تشكك في المصداقيه ديال دنيا بوطازوت. راه دنيا بوطازوت سيده قاريه واعيه ومحبوبه الجماهير، والاعمال راهي اعمالها شاهده عليها. دنيا بوطازوت صديقه ديالي من 2005، وهذا العبد المذنب اللي جاب الحسن الفت، هذا العبد المذنب اللي عيط لدنيا بوطازوت باش جات وهي سولوها هي تجاوبكم واش انايا شافت مني غرام ديال هاد قله العفه اللي كتقول هاد السيده الله يهديها. راه ماشي الانسان الا قدر الله واحد النهار وقف الرزق ديالي نمشي نراجع نفسي ولا نشوف، ما ندخلش في صحابي ما ندخلش في زملائي، ما نديرش سياسه الارض المحروقه، ما نديرش كاميكاز ونريب باش انني حاسد واحد الناس ارى انا ما خداماش راه نريب. هادشي حرام. طريق الدار فيا انه ينزل هاد الشيء في رمضان وفي يوم كبير عند الله. حنا في ايام العيد
الخروج الاعلامي اللي قال فيه بزاف ديال التصريحات غنوقفوا في التفاصيل ديالها. السكرينات اللي خرجوا كتقول انت انه كان نقاش قبل وكتهضروا قبل، علاش نظرك هاد الظرفيه؟ ما عرفتش، يمكن لكم تسولوها هي. انا كنقول علاش هاد الشيء، علاش بنادم باغي يدير فيك هكا؟ حنا واصله فينا العظم. شتي انا ندير معاك هذا الحوار نجيو كاع حنت وصلت للعظم، لان ما بغيتش نجاوب، ما بغيتش نهضر، وعندي ادله وعندي تسجيلات ديال التهديد ديالها من غير داكشي اللي من غير داكشي. وهذاك الشيء راه داك نقطه في بحر اللي انا حطيتها، حنت بغات الانسان بغى يلعب على اللهم ان هذا رمضان، ان رمضان، والناس اللي تاثر فيا شي ناس ما عارفينش الحقيقه. مزيان نصروا المراه، ولكن هذيك امي مسكينه اللي ماشي مراه اللي تاذات. انا راه عندي عائلتي، راه عندي عمي. وقع ديال هذا الشيء على عائلتك ومرتك. الزوجه ديالي الله يخليها ليا، امي، بنتي راويه، بنتي راويه راه هي في عذابه، وبنتي مريم راه تا هما عيالات. راه ماشي جاو لنا شي وحدات مساكن. انا تفاجات لان شي وحدات تيجي ويقول لي ما حشمتيش، لان بحال تيقوا داك الشيء انه بصح ولعبت عليه بواحد الطريقه، بواحد اللي تيضر في الخاطر. تتقول لاش بنادم باغي يحطمك، يعني ما قادكش انت بغيتي تحطمي واحد في الكارير ديالو، لان ما عرفتش هادشي كاميكاز اللي باغي دير انت، ربتي باغي تريبي معاك الناس. من جهه اخرى بغيتي تخرجي ليا على علاقتي الزوجيه، بغيتي تخرجي عليا مع ولادي. علاش مرتك تاثرات بهذا الشيء؟ لا الحمد لله عندي بنت الناس، الحمد لله عندي بنت الناس. انا بعدا واحد القضيه عندي 43 عام، شكون قالت لي شحال هذه الدنيا هاني؟ انا يا واحد القضيه واحد ليماج عندي في عيني، نهار مات ليا ولدي ومرتي عفاف شاداه وهو ميت وعاطيه بالسوله، كتردع فيه كتقول ليه نوضه ولدي ترضع. شتي هذه بوحدها راه ما عمرني ما باقي نشوف شي بنت نهائيا، ما باقيش نشوف شي بنت ولا باقي تعجبني شي وحده. وكبرت على داك الشيء وعندي 43 عام، وغادي نفضيو هذا الشيء كامل وغنفرقعوا هاد الرمانه كلها. هاد الطريق البخاري اللي قدامك خدام على عائلته. عندي با، عندي امي رباره ديال 4 العمليات، وعمري ما خرجت في الدومين كنسعى، ولا عمري قلت لهم راه ما حكا، ولا تشكيت على البلاد، ولا تشكيت على الظروف، ولا تشكيت على الخدمه ما كايناش. نهار كتجي فيا انا في العظم كنسكت، كنكمدها وكنسكت. جداتي الله يطول عمرها فاقده البصر بالسكر راه معانا، كناكلوا في طابله وحده. با داير 4 العمليات، ما عنده لا لانتريت لا والو. هاد الوليدات اللي عندي عاد الام ديالهم كيجي بنادم باغي يحطم لك هاد الفاميله ديالك، هنا خاصني نخرج، لان الناس تسمع شي حاجه تمشي تسحب لها داكشي بصح. راه ماشي اي حاجه بانت لكم في التلفزيون راها بصح، ولا بان لك شي واحد شي وحده حنايا ما غنديروا لا صباغه لا مكياج لا شعوبيه لا والو، وغنخرجوا ليها نيشان. ما عمرت سمعت على طريق انايا الا كانت من 1998 وانا في هاد الدومين، ماشي تجي تشرفت على راسي شيبا. عاد غتجي وحده تقول لهم كيدير اش من كيدير؟ امتى خرجتي انت؟ عاد جيتي كي درتي ليه انت وجيتي في رمضان زعما مال بوهم خدامين انا نفرقعهم وكل شيء خايب، وعندي تسجيلات ديالها كاملين كتقول لك الدومين كله خايب. صعب من داك الشيء، عندي تسجيلات والتسجيلات عند البوليس. واخا هادشي خدا بواحد قانوني، سمعوا لكم البوليس؟ سمعوا لنا البوليس الله يكثر خيرهم، عندهم لا كلي يو اس بي اللي فيها لي فويس اللي كتهددني فيهم، وكتقول لي نفعل لك ونترك لك، والله لا خليتها فيك، والله تنتقم منك. انت باغا تنتقم مني اختي؟ اش درت لك؟ الا انت حاقد على الدومين، الا انت عندك مشكل، انا اش درت لك؟ واش من دون هذا واش دنيا بوطازوت ما مزياناش؟ السيده شنا فاعل خير، فاتي جمالي من